السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم محبي ومتابعي الكرة وجماهير وأحمد سعد. طبعا زي ما قلنا لكم بالأمس إن احنا هنتكلم عن مباراة الأهلي والملعب التونسي، ولكن مش هنتكلم فيها كمباراة ند الند، لأن أنا كده بظلم الملعب التونسي. وطبعا بنحترم فريق الترجي وبنحترم فريق النجم الساحلي، إن طبعا هم فكروا بالعقل، يعني غلبوا جانب المنطق والعقل والواقع، فقال لك احنا ما نقدرش نلاعب النادي الاهلي بهذا السكواد. ندخل بعد كده في المباراه. في مكاسب عديده جدا في المباراه دي. اولا الجهاز الفني بقياده روبيرو المدير الفني قام باشراك تقريبا جميع لاعبي النادي الاهلي. تخيل حضرتك السكواد ده وبيغيب عنهم ثلاثي انا بعتبرهم من وجهه نظري شبه لاعيبه اساسيه، ما ينفعش ان هم يبقوا احتياطي، زي مروان عطيه، زي حسين الشحات، زي امام عاشور. هنتكلم بكل صراحه، ومش هينفع يعني ان احنا نخدع بعض او نضلل بعض، لان النادي الاهلي مصلحته فوق الجميع. سكواد كامل وجاهز. نقدر ناخد من المباراه دي ان المدير الفني بيبدأ يحضر من تحت، بيتبادل نقل الكرة من رجل لرجل، بيعتمد على الجنبين يمين أو شمال، بيطير الباكين. دي كلها مدارس مختلفة، ولكن احنا قدرنا نفهم دماغ الراجل هو عاوز ايه من السكواد ده. هو بس نقطة الخلاف معاه ان زيزو، يعني انا شايف ان اجاده زيزو على الطرف الايمن او الطرف الايسر، ولكن كونه يبدا في نص الملعب هو كده بيظلم زيزو، وهنفتقد يعني كل امكانيات زيزو. يعني لو هنقول زيزو مثلا في الجانب الايمن او في الجانب الايسر بيأدي هنقول 100%، انت كده بتفتقد مثلا في نص الملعب لخدمات زيزو بنسبه بياخد او بيدي 80%. فاكيد دي برضو هو اكيد هيراجع نفسه فيها، خصوصا مع عوده اللاعب زي امام عاشور. الحقيقه يعني في كام نجم النهارده لفت الانظار. اطمنا جدا ان احنا عندنا راس حربه كويس، بيقدر يهدف، بيقدر يتحرك كويس في الصندوق. لو شفت الهدف الاول من لمسه خفيفه ما بيعملهاش غير لاعب حاسس بامكانيات مكانه، يعني ايه فرود، امتى بيحتاج القوه، امتى بيحتاج لمسه صغيره. هو ده محمد شريف اللي احنا عارفينه، وان شاء الله بدايه طيبه لمحمد شريف. بالنسبه للنادي الاهلي عموما كاداء، لو انتوا لاحظتوا ان الراجل بيعتمد في حاله ان الكره مش معاه، هو بيعتمد ان ياخد الكره الثانيه في اسرع وقت. يعني تلاقيه بيضغط ضغط عالي، بيبقى مثلا بيحول الفريق ل4-2-4، ان هو بيضغط من الضغط الامامي ضغط عالي على اساس ان هو يستحوذ على الكوره في اقرب وقت، ما يديش مساحه للفريق اللي امامه ان يستحوذ وينقل كتير. ودي حاجه كويسه طبعا، بس بتحتاج جهد بدني عالي جدا خلال 90 دقيقه. طيب في 3 نقط انا عايز اتكلم فيهم ولازم ناخد بالنا منهم كويس قوي. كثره اللاعبين ده سكواد تقيل جدا لاي فريق، وخصوصا بحجم النادي الاهلي. طيب كثره اللاعبين ليها ايجابيه وليها سلبيه. احنا دائما بنبحث عن الايجابيه في النادي الاهلي. طيب الايجابيه ان انت ما عندكش ازمه في ان لعيب عنده انذار، لعيب عنده اصابه، ان اي حد هينزل الحمد لله البديل الثاني كفء ويقدر يؤدي افضل من اللاعب الاساسي. طيب لو جيت اتكلم عن الجانب السلبي مش كل لعيبه مصر عقلياتها واحده. في عقليه بتتحمل، بتصبر، بتقدر وهي قاعده بره بتنتظر الوقت والفرصه اللي هي تجيلها وتنزل ارض الملعب تاكل من نجيله وتثبت للمدير الفني وللجمهور ان هو جدير بالمشاركه. فالسلبيه هنا ان ممكن يبقى في تذمر من اللاعبين، ممكن تيجي تبص تلاقي خلافات نفسيه وحالات
فيها بعض النفسنه من اللعيبه بعضها البعض، ده طبعا لازم يرجع للكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، هو اللي يقدر يتكلم معانا في يعني مع اللعيبه بتاعته في النقطه دي. النقطه الثانيه برضه عشان ما اطولش على حضراتكم، تنظيم ادوار اللاعبين. يعني ايه تنظيم ادوار اللاعبين؟ انت وانت بتتفرج على النادي الاهلي انت مش عايز تحس ان فيه خلخله او دربكه او فيه همجيه في اسلوب لعب النادي الاهلي. واللي مضرور تحديدا في الحته دي انا اتوقع هو اللاعب احمد سيد زيزو. الحقيقه ممكن يكون لازم مراجعه من الجهاز الفني في توظيفه للجانب الايمن او في الجانب الايسر. بالنسبه طبعا النقطه الرابعه والمهمه، تريزيجيه من اللاعيبه الكبار في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي، بنرجو ان هو يلعب للفرقه وما يكونش اناني، لان خدمه الفريق اهم من خدمه الفرد. وان شاء الله بامر الله مع هذا السكواد والبدايه الطيبه ان احنا نفوز على الملعب التونسي 4-1، دي نتيجه طيبه. وانا شايف اجواء المعسكر حاجه تبشر بالخير. المدينه جميله، فيها الاكسجين، فيها زرع، فيها ملاعب كتير، يعني المناخ جيد جدا لفتره الاعداد لبدايه موسم جديد ان شاء الله. طبعا انا عندي عتاب على جمهور النادي الاهلي انه بيلوم على الكابتن محمد الشناوي وسابوا كل الماتش وسابوا كل الايجابيات وبيتكلموا عن الثغره بتاع الهدف اللي استقبله النادي الاهلي واخطاء محمد الشناوي، وانا مش حابب اتكلم عنها في بدايه الموسم. وان شاء الله الجهاز الفني قادر انه يختار من كل هذه التوليفه 11 لاعب و6 أو 7 احتياطي هم ركيزه الفريق ان شاء الله اللي نعتمد عليهم في الموسم القادم. وان شاء الله جميع البطولات مع النادي الاهلي هيقدر يحققها واللي خايف يروح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.